ازيكم يا بلاي ميكرز. حلقه جديده هنتكلم فيها عن لقاء ليفربول ونوتنجهام فورست اللي خلص بالتعادل 1-1 النهارده، وتعثر جديد لليفربول، وكأن نوتنجهام فورست خلاص بقت عقده ليفربول في الدوري. فبعد ما كانوا في الدور الاول هو الفرقه الوحيده اللي قدرت تكسب ليفربول، النهارده بيتعادلوا معاهم 1-1 وبيخلوا شكل ليفربول مش حلو في الملعب، يمكن باستثناء اخر نص ساعه اللي عملها ليفربول كويس بعد التغييرات وضغط وكان ممكن يكسب. بقيه اللقاء كانت الكره في رجل لعيب ليفربول بشكل اكبر، ولكن تحس ان ده كان بمزاج نونو سانتو مدرب نوتنجهام فورست ولاعيبه نوتنجهام فورست. هتحس لعيبه نوتنجهام فورست هي اللي ممشيه اللقاء زي ما هي عايزه. انا دلوقتي كسبان، جبت جون في الدقيقه 8، عادي بقى اسيب لك الكوره وارجع انا زون ديفنس، وانت بادائك الهجومي الضعيف اللي كان بيأديه ليفربول في الشوط الاول مفيش خطوره على نوتنجهام فورست، فبالتالي هم مش محتاجين اكتر من كده. ولكن اللي لفت نظري في الثلاث لقاءات اللي فاتوا بالنسبه لليفربول هو ضعف الاداء الهجومي، سواء على المستوى الجماعي او مستوى الافراد. يعني لو شفنا كفرد كده في هجوم ليفربول، سواء صلاح او دياز او جاكبو، مستواهم مش زي اللي بدأ الموسم. يعني نبدأ مثلا بدياز. دياز كان اول الموسم لعيب جبار، يعني يمين وشماله في العمق وبيجيب بالرجل وبالراس. بقاله 3 ماتشات مش شايف خالص، يعني مفيش بقى ولا مهارة ولا سرعة ولا حتى اهداف ولا اسيستات ولا مساهمات، مفيش. يعني تحس ان هو اخر 3 لقاءات نسي الكوره. جاكبو يمكن باستثناء ماتش مانشستر يونايتد هو اللي كان فيه كويس، اللي جاب فيه الجون اللي قلنا زحف فيه ديليخت، هو ده الماتش الوحيد اللي في الثلاثه اللي عمله كويس. انما سواء ماتش توتنهام او النهارده جاكبو مش موجود. صلاح كمان سواء في ماتش توتنهام او ماتش النهارده مش موجود. النهارده محمد صلاح كان بيعند، يعني مش ماشيه معاه، وفي كام كوره حتى انهائه ما كانش كويس، ولكن تحس ان برده كان عنده سنه فرديه النهارده، مصمم يجيب جون بنفسه وهي مش ماشيه معاك. فخلاص يا صلاح، يعني مشي الدنيا، لما تلاقيها مش ماشيه معاك كمل زي ما كنت بتعمل بقى واشتغل على الاسيستات، برضه هتصيط نفسك يعني وهتكسب الفرقه ان شاء الله. وعلى مستوى الجماعي في خط الهجوم تحس ان مش ده خط الهجوم اللي بدأ الموسم. يعني الخط الهجوم اللي بدأ الموسم كان فيه وان تو هات، كان فيه لعب سريع، كان فيه حتى ابتكار، انت مش عارف اللعيب اللي معاك الكوره ده هيقدر يعمل بيها ايه. عكس كده تماما بقى في اخر 3 ماتشات تحس ان كل لعيب بيلعب لنفسه، مفيش بقى الوان تو هات، مفيش السرهات، مفيش التحرك من غير كرة اللي كتير، مفيش حتى المهارة الفردية 1 على 1 ان يعدي بالكرة مثلا ويخلق فرصة خطيرة. كل لعيب بيجيله الكرة تحس ان انت حافظ هو هيعمل ايه. النهارده بقى لما ارن سلوت حب ان هو يفشكل المجموعة دي ونزل جوتا، شفنا جوتا عمل قلق ازاي، يعني برغم ان هو اقصر لعيب في الملعب انما طلع في الضربة الركنية واحرز هدف. وشفنا التغيير اللي عمله ارن سلوت ازاي جاب سمارو، يعني سيماكاس اللي نزل وجوتا الاتنين، واحد عمل اسيست والتاني جاب الجون. واشوف بقى ان ارن سلوت لازم يغير شويه في التركيبه الهجوميه دي، زي ما شفنا جوتا النهارده متالق. انا شايف ان هو يبدا بيه اساسي كمهاجم المطوشه الجايه. جوتا الانهاء بتاعه قوي جدا، وجوتا برده في تفاهم بينه وبين صلاح وبينه وبين جاكبو، فلازم جوتا الفتره الجايه هو اللي يبدا مهاجم، وان شاء الله هنشوف اداء مختلف لهجوم ليفربول. نوتنجهام فورست فاجئ ليفربول بالبدايه القويه وبالجون اللي جابوه في الدقيقه 8 عن طريق كريس وود. والحقيقه الجون ده فيه غلطتين من لعيبه ليفربول، يعني غلطه اولانيه من فان دايك ان هو ما كشفش الاوفسايد، يعني خطوتين بس كان يطلعهم فان دايك لقدام كان يطلع كريس وود اوفسايد وكان نهى الدنيا دي كلها. الغلطه الثانيه بقى بعد كده بتاعه ارنولد ان هو ما جريش وعمل سبرنت عشان يغطي على كريس وود، لا كريس وود سابه وراح حط الكره بمنتهى البساطه. والحقيقه كريس وود ده غريب، يعني تبص على جسمه كده تحس ان هو مش جسم لعيب كوره، يعني ده جسم لعيب كمال اجسام مدرب في جيم، حتى حركته بطيئه شويه، ولكن على مستوى الانهاء هو قوي جدا في الانهاء، الفينش بتاعه عالي جدا، بياخد اماكن كويسه جدا في الملعب حتى مهاري. يعني بص على الاهداف بتاعه هتلاقيها فيها لمسه مهاريه كده. ولكن ليفربول بقى الغريب ان بعد الجون ده مفيش اي ردة فعل، يعني جون في الدقيقه 8 نوتنجهام فورست انت خسران منه في الدور الاول، انت الماتش اللي فات متعادل قدام مانشستر يونايتد وماتش الكاس خسران قدام توتنهام، فين بقى ردة الفعل يا عم ليفربول؟ توقعنا بقى اداء قوي من ليفربول وان هو بقى يجيب جون او على الاقل الجون والتاني او على الاقل يخرج متعادل يعني الشوط الاول، ولكن مفيش بقى اداء زي ما قلنا، اداء بطيء، اداء محفوظ بالنسبه للعيبه ليفربول، وشوط
ممل وخلص الشوط الاول على كده. الشوط الثاني بقى لما بدا قلنا بقى خلاص بقى هيبدا مثلا ارني سلوت يديهم تعليمات بين الشوطين، ولكن نزل الفريق بنفس الطريقه لغايه ما عمل ارني سلوت التغييرين بتوعه في الدقيقه 65. ده اللي قلب الماتش وادى الافضليه بقى لليفربول. يعني عمل تغييرين منهم تغيير طبيعي ومتوقع، خرج روبرتسون ونزل تسيميكاس. روبرتسون نقطه ضعف بالنسبه لليفربول، مفيش الاداء الهجومي اللي كان بيعمله السنين اللي فاتت، كمان على المستوى الدفاعي هو ثغره دفاعيه واضحه في اداء ليفربول، فنزل تسيميكاس مكان روبرتسون. ده تغيير طبيعي. التغيير بقى اللي كان فيه جرأه ويحيي عليه ارني سلوت النهارده ان هو سحب كوناتي. ما سحبش كوناتي عشان وحش، لا سحب كوناتي عشان هو عايز يطور الاداء الهجومي. سحب مدافع اللي هو كوناتي ونزل مكانه جوتا، وده تغيير جريء جدا يعني، وتغيير يوضح ان انت كمدرب فريق كبير زي ليفربول لازم تبقى مغامر ولازم تبقى شجاع. يعني هو شايف ان فرقه نوتنغهام فورست ما بتهاجمش، يعني بتلعب زون ديفنس ومفيش غير كريس وود بس اللي بيهاجم، ومعاه شويه اوتسون اودوي وشويه مثلا ايلانجا، يعني مفيش يعني واحد او اتنين بس اللي بيهاجموا. فانا العب لهم بس باربعه ليه وقدامهم اتنين؟ لا انا اسحب مساك اللي هو كوناتي ونزل جوتا مهاجم، وعمل ايه؟ جاب جرافنبرش من خط النص نزله مساك جنب فان دايك. ولكن هو بيرجع مساك في الحاله الدفاعيه بس، يعني في حاله ان في هجمه على ليفربول يرجع جرافنبرش مكان كوناتي ويبقى هو وفان دايك الاثنين مساكين. ولكن في حاله بقى الهجوم بالنسبه لليفربول بيطلع جرافنبرش في نص الملعب وبيتزق جوتا قدام، وخلاص بيبقى كده في لعيب زياده لليفربول في الجانب الهجومي. وشفنا بعد التغيير ده شفنا زي ما قلنا تسيميكاس هو اللي بيعمل الاسيست، وجوتا بيخش براسه اللي هو اقصر لعيب في الملعب بيجيب الهدف. وتوفيق كبير جدا بالنسبه لارني سلوت، لان اول كوره بعد التغيير الاثنين واحد بيعمل اسيست والتاني بيسجل الهدف. ولكن مش ده بس اللي علّى ليفربول في اللقاء، ولكن زي ما قلنا تغييره جرافنبرش ان هو بيخش يزيد في وسط الملعب، فتحس ان دايما في لعيب زياده لليفربول ودايما الاستحواذ بقى لليفربول. وبدا ليفربول بقى يضغط على لعيبه نوتنغهام فورست، وبدا بقى الضغط الهجومي يشتغل والتسديدات من هنا والتسديدات من هنا. شفنا كام تسديده لمحمد صلاح، شفنا كام تسديده لجوتا، ولكن حارس المرمى بتاع نوتنغهام فورست سيلس عمل اداء عالمي النهارده. زي ما قلنا تغيير ارني سلوت الجريء اللي عمله بخروج كوناتي ونزول جوتا مش بس حسن اداء ليفربول الهجومي، ولكن لو بصينا على الاحصائيات هتلاقي ان قلب احصائيات المباراه خالص لصالح ليفربول. يعني لو بصينا على الاحصائيات هنلاقي ان ليفربول نسبه استحواذه على الكره 71% مقابل 29% لنوتنغهام فورست. على مستوى التسديدات ليفربول سدد 23 مره قدام 6 بس لنوتنغهام فورست، وعلى مستوى الركنيات 9 ركنيات لليفربول قدام ولا ركنيه لنوتنغهام فورست. يعني اداء هجومي في اخر نص ساعه كان جبار بالنسبه لليفربول، ولولا عدم التوفيق اللي لازم صلاح ولازم جوتا وكمان تالق سيلس طبعا حارس المرمى هو اللي خرج نوتنغهام فورست بالنقطه النهارده. تحس ان نونو سانتو جاي يعيد امجاد فريق نوتنغهام فورست. فريق نوتنغهام فورست على فكره اللي ما يعرفش هو فريق عريق في انجلترا ومن الفرق اللي صاحبه البطولات، وحقق دوري قبل كده سنه 78 مره واحده، وكمان حقق دوري ابطال اوروبا مرتين، يعني سنه 79 وسنه 80، وليه كمان لقب سوبر اوروبي. على مستوى بقى الكؤوس في انجلترا حقق كاس الاتحاد مرتين وكاس الرابطه 4 مرات وكاس الدرع الخيريه مره واحده. يعني فريق عريق. اي نعم بطولاته كلها كانت في السبعينات والثمانينات، ولكن تحس ان نونو سانتو بقى جاي يحيي الفتره دي، جاي يرجع من فريق نوتنغهام فورست ويعمل منه فريق كبير. يعني النهارده هو تاني الدوري، ومستني طبعا ماتش ارسنال بكره. لو ارسنال كسب هيرجع نوتنغهام فورست يبقى ثالث الدوري. مين كان يقول ان نوتنغهام فورست يبقى الثاني او الثالث ويبقى في البيج فور اصلا؟ يعني ما كانش حد يتوقع تماما، خصوصا ان هم على مستوى الافراد ما عندهمش ستارز، يعني ما عندهمش نجوم كبيره. يعني لو بصيت على خط الهجوم كريس وود، ايلانجا، هودسون اودوي، كلها لعيبه عاديه. يعني فرقه كلها ما فيهاش نجم بارز تقدر تقول ده نجم الشباك يعني. ولكن نوتنغهام فورست مع نونو سانتو بيأدي اداء كبير جدا وبيخلي كل فرقه الدوري الانجليزي تحترم نوتنغهام فورست.
نرجع بقى لليفربول. المباراة النهارده والكام مباراة اللي فاتوا هو ناقوس خطر بالنسبة لليفربول وارن سلوت. يعني احنا كنا في بداية الموسم بنشيد بهجوم ليفربول الكاسح، وبنشيد بمدى التفاهم ومدى التنوع في هجوم ليفربول. يعني تلاقي صلاح بيجيب، دياز بيجيب، جاكبو بيجيب، جوتا لما بينزل بيجيب. الكام ماتش اللي فاتوا ده تحس ان في عقم، تحس ان في اللعيبة مش قادرة تجيب مستواها، تحس ان اللعيبة مش فاهمة بعض، تحس ان كل واحد بيلعب لنفسه. لازم خط الهجوم ده يعني تقعد معاهم كده ويسترجعوا بقى المستوى اللي لعبوا بيه اول الموسم. او لو في حد زي دياز مثلا مش قادر ان هو يأدي الحته بتاعه المهاجم دي، خلاص هي مش بتاعته اصلا، رجعه مكانه يا باشا وحط جوتا مهاجم. اعتمد بقى على جوتا. لو انت مش واثق في نونيز، وطبعا كلنا مش واثقين فيه، عندك حق يعني، العب بجوتا بقى لغايه ما تجيب مهاجم. لو قدرت تجيب مهاجم فين 3 يناير يبقى عظيم، ما قدرتش خلاص يبقى جوتا افضل اختيار في مركز المهاجم. ويبقى بقى مركز الجناح الشمال بيبقى روتيشن ما بين جاكبو وما بين دياز. الناحيه الثانيه بقى المشكله الثانيه هي خط الدفاع. يعني احنا كنا بنشيد بليفربول اول الموسم عشان كان بيطلع معظم مبارياته كلين شيت، وقلنا خط الدفاع وارن سلوت حسن جدا الاداء الدفاعي لليفربول. انت اخر 3 مباريات بتستقبل اهداف مش عارف تطلع كلين شيت، هدفين قدام مانشستر يونايتد، هدف قدام توتنهام في الكاس، والنهارده هدف قدام نوتنغهام فورست، واهداف متنوعه. يعني هدف النهارده من العمق ضرب فيه فان دايك وارنولد، هدفين مانشستر يونايتد كانوا من الاطراف اتضرب فيهم ارنولد، وكان في مشكله في التغطيه العكسيه من الناحيه الثانيه في روبرتسون. فانت عندك مشكله في الدفاع سواء في الاطراف اللي مستواهم سيء اللي هو روبرتسون وارنولد، او في العمق اللي بتتضرب منه. فانت اولا هي لازم تحل المشكله دي. تحلها ازاي؟ على الناحيه اليمين بالنسبه لارنولد لازم تقعد معاه وتحل مشكلته. يعني دماغه معاك وهتجدد له خلاص يكمل، مش هتجدد له بيع او شوف له اي قصه، بحيث ان هم بيلعب بنص دماغ معاك، فهو مش قادر يجيب مستواه، بيفكر في عرض ريال مدريد او ايا كان، فهو طالما مش مركز معاك في 100% ما يلعبش. الناحيه الثانيه روبرتسون من اول الموسم هو سيء، فانت لازم يا اما تركب عليه تسيميكاس ويلعب هو الاساسي، يا اما لو مش واثق في تسيميكاس هو كمان تجيب بقى حد من الدوري الانجليزي. يعني عندك جناح فولهام روبنسون الجناح الامريكي ممتاز جدا، او الظهير الامريكي ممتاز جدا. فانت لو مش واثق في روبرتسون خلاص، وكمان سيميكاس مش واثق انه يؤدي دور اساسي، تجيب روبنسون لاعب ممتاز جدا، ظهير الشمال بتاع فريق فولهام، لعيب ممتاز. فانت لازم تقفل الثغرات اللي عندك. بالنسبه بقى لقلب الدفاع فان دايك وكوناتي لازم معاهم حد ثالث، يعني كونسا لسه بدري عليه فانت مش واثق فيه، فلازم تجيب معاهم حد تالت تقيل. انت كده امنت بقى خط الدفاع. الناحيه الثانيه خط الهجوم بقى لازم تجيب فرده ثانيه مع بدل نونيز. يعني سمعنا ان في مفاوضات دلوقتي للهلال السعودي وبعض الانديه السعوديه لنونيز. يا باشا يتكل على الله، 70 مليون يتكل على الله. ليفربول لسه بيفاوض بقى، عايز 85، طب نخليها 80، نخليها 75، يا باشا 70 يتكل على الله، ونجيب بقى مهاجم بقى ابن ناس بقى مكانه. يعني يبقى كده انت امنت خط دفاعك، امنت خط هجومك، تبقى انت كده تقدر تكمل الموسم بقى وعندك فرايتي وعندك تنوع، وتقدر يبقى عندك بدائل بقى تعمل روتيشن بتاعك ما بين الدوري ودوري الابطال، وكده ان شاء الله تقدر تاخد الدوري مستريح. الصحافه بعد الماتش والميديا طالعه تربط بين اداء صلاح السيء وبين العروض بقى اللي طلعت على مدار اليومين اللي فاتوا، والكلام اللي طلع على العروض لمحمد صلاح، عرض من باريس سان جيرمان زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت، والنهارده بقى طلع كلام عن عرض من الدوري السعودي وخاصه من الهلال السعودي، طبعا عرض ضخم جدا لمحمد صلاح. فالناس رابطه بقى ما بين اداء صلاح السيء وما بين العروض وتجديده مع ليفربول. ما اعتقدش ان ده مأثر على صلاح قوي، يعني صلاح حد بروفيشنال جدا، حد تفكيره مرتب بطريقه كبيره جدا. ومن كلام محمد صلاح مع الميديا ان محمد صلاح مركز ان هو يكمل مع ليفربول. طب ايه الوسيله بقى اللي انت هتضغط بيها على الاداره عشان تاخد طلباتك عشان تجدد مع ليفربول المده اللي انت عايزها، سواء كفلوس او كمده؟ ادائك في الملعب. يعني ادائك في الملعب هو اللي بيضغط على الاداره، هو اللي بيخلي الجماهير تهتف باسمك في كل مباراه ويضغطوا على الاداره، فبالتالي توصل للي انت عايزه. وصلاح في ربط كبير ما بين مستواه ومستوى ليفربول. يعني صلاح بيتالق، لا ليفربول بيتالق وبيكسب. صلاح مريح شويه، تلاقي ليفربول ما عندوش حلول. فان شاء الله الماتشات الجايه تبقى افضل لمحمد صلاح، يكمل مع ليفربول ويعمل ارقام قياسيه ويشرف كل المصريين. ويبقى الناحيه الثانيه بقى زي ما سمعنا اخبار عن مرموش، وان خلاص السيتي بيخلص معاه باذن الله، ربنا يوفقه ويجي السيتي، ويبقى بقى مرموش في السيتي وصلاح في ليفربول. وزي ما قلنا يبقى ان شاء الله كل سنه او السنتين الجايين اللقب الهداف يبقى ما بين الاثنين، ويبقى مصري هو اللي بينافس على هداف البريمير ليج.
تعادل النهارده وصل ليفربول للنقطه رقم 47 وطبعا لسه في الصداره وليه ماتش متاجل، ونوتنجهام فورست بقى في المركز الثاني برصيد 41 نقطه، ولسه الارسنال ليه ماتش بكره قدام توتنهام. لو ارسنال كسب الماتش ده هيبقى 43 نقطه، وهيبقى تاني الدوري فرق بينه وبين ليفربول 4 نقاط، وطبعا في ماتش متاجل لليفربول ضد ايفرتون لو كسبوا هيبقى الفرق 7 نقاط. طبعا فرق كويس 7 نقط مش فرق قليل، ولكن لو ليفربول ما استفاقش وفضل على المستوى ده لا سهل بقى سهل ارسنال وسهل بقيه الفرق انها تحصلك وتصعب الدنيا عليك. ولكن ليفربول لازم يفوق بسرعه من الاداء السلبي اللي هو بيعمله اخر 3 لقاءات ده، ولازم يدعموا بقى في يناير. يعني دي قرصه ودن كده في شهر يناير لازم تدعم. يعني انت ما جبتش صفقات في الصيف وربنا سترها معاك والدنيا ماشيه، ولكن هبوط بقى مستوى بعض اللعيبه مع لا قدر الله اصابات ممكن ما يخلكش تقدر تكمل الموسم بنفس الاداء. فاشوف ان لازم ان شاء الله يحصل تدعيمات في يناير، ومع بقى استعاده صلاح لمستواه واستعاده دياز وخط الهجوم لمستواه ان شاء الله ليفربول يستعيد قمه مستواه ويكسب ان شاء الله الدوري بفارق مريح. ده كان تحليل سريع لماتش النهارده، ان شاء الله اتمنى يكون عجبكم، ونتقابل ان شاء الله في حلقات جديده وماتشات جديده والدوري الانجليزي ممتاز. اشوفكم على الف خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.